مرحبا، شلونكم؟ ان شاء الله الكل بخير. اليوم راح اسوي لحم بعجين، بس اليوم راح استخدم خبز النان الهندي. طريقته كلش سهلة وطعمه كلش طيب. تابعوا وياي طريقة العمل. في البداية هنا أنا عندي هاي المكونات. طبعا هو هذا خبز النان، هيك يصير شكله. اللي عايش بأمريكا وكندا تلاقوه بول مارت. مكتوب هنا عليه نان. هو تقريبا 16 قطعة مستوي وجاهز. وهسه راح اشوفكم شلون راح اسوي الحشوة وراح استخدمه. راح استخدم محضرة الطعام. بالبداية راح احتاج هنا خليه تقريبا نص كيلو من اللحم المثروم. راح اخليه على صفحة وراح ابدي اثرم البصل. بالبداية لهاي الكمية اني راح استخدم بصلايتين حجم صغار، قطعتكم هذا الشكل. راح اخليهم محضرة الطعام، راح اثرمهم ناعم. شوفوا ورا ما ثرمت البصل هيجي ناعم. هسه راح اروح اعصر المي مالته واضيفه فوق. راح ابدي احضر الفلفل استخدمت نص فلفلاية كبيرة. هم راح اثرمه كلش ناعم واضيفه للمكونات. هذا الفلفل بعد ما ثرمته ناعم هسه راح اخليه فوق اللحم. بعدها راح اضيف المعدنوس. طبعا انا عندي كمية كلش قليلة، لازم تضيفون كمية اكثر يطلع طعمها اطيب. فراح اضيفها فوق الخضار. واخر شي راح ابدي احضر الطماطة استخدمت طماطة كبيرة. راح اثرمها كلش ناعم وهم راح اضيفها على المكونات. هسه راح اضيف الطماطة هم فوق اللحم والخضار. بعدها راح ابدي اضيف البهارات والملح. بالبداية راح اضيف الملح، طبعا الملح حسب رغبتكم. وبعدها راح اضيف الفلفل الاسود. انا راح استخدم خاشوقة كوب صغيرة. بالنسبة للبابريكا راح استخدم خاشوقة كوب بابريكا. بعدها راح ابدي اضيف معجون الفلفلة الحمراء. هذا هيك يكون شكله. راح استخدم خاشوقة اكل ونص، خاشوقة اكل تكون ممسوحة. وراح استخدم معجون الطماطة، راح استخدم خاشوقة اكل. وراها راح اضيف شوية زيت زيتون. واخر شي راح اضيف دبس الرمان. دبس الرمان كمية تقديرية تقريبا خاشوقتين اكل الى 3. هسه راح امزج المكونات كلش زين سوية. هسه بعد ما مزجت الحشوة كلش زين، اني احب انه اخليها شوية على النار تقريبا ربع ساعة حتى اتأكد انه اللحم يستوي، يعني من اسوي اللحم بعجين. فتقريبا راح اقلبها ربع ساعة، وبعدها الربع ساعة الثانية راح اخليها بالفرن حتى اتأكد انه اللحم استوى تماما. هسه ورا ربع ساعة من خليت اللحم على النار راح ابدي اخليه على خبز النان. راح اشوفكم الخبز شلون طري. هذا شكل الخبز. هسه راح ابدي اضيف شوية من الحشوة على كل خبزاية. طبعا كمية اللحم مش قد تحبون توزعون على كل وحدة، هذا يرجع لكم. بين ما اوزع الحشوة على الخبز هسه دا احمي الفرن على درجة 350 فahrenheit تعادل تقريبا 180 سيليزية. ما اريد درجة حرارة الفرن كلش عالية لانه الخبز اصلا مستوي. فهسه دا احميه. بين ما اكملها راح اخلي الوجبة الاولى وبعدها اكمل الباقي. اذا تحبون تستخدمون فرن كبير نفس الشي خلوه على نفس درجة الحرارة وخلوه بتباسي وحتى كلها تستوي سوية. الفرن اللي حاستخدمه يكون اسهل لي بالشغل خليته على 350 وراح اخلي كل وجبة 15 دقيقة وبعدها اشوفكم شكلها النهائي. راح اخليه على الرف الوسط. هسه هاي الوجبة الاولى صارت جاهزة. راح اخليها بماعون، وطبعا لازم تغطوها ورا ما تطلعوها من الفرن. وجبة اليوم صارت جاهزة، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. طبعا كلش طيب طعمها وابد مو متعبة، بدون عجينة وبدون تعب. ان شاء الله استفادتوا من هذا الفيديو. اذا حبيتوا خلولي لايك ويا ريت تشاركون الفيديو ويا الاصدقاء حتى تكبر قناتي. شكرا جزيلا، مع السلامة.